اللي هتحضره دلوقتي مش قصة رعب عادية، دي قصة حقيقية حصلت في بيت كان باين عليه إنه عادي جدا، لكن الحقيقة كل ركن فيه كان فيه سر. سر مخيف بيصحى كل ليلة. لو قلبك ضعيف اقفل الفيديو، ولو ناوي تكمل اتأكد إنك قافل النور والباب، لأنه ممكن اللي حصل ليهم يحصل لك. في أوائل السبعينات عيلة اسمها عبد الحليم اشتروا بيت كبير في منطقة ريفية هادية في بني سويف. البيت واسع قديم متآكل من كتر السنين بس رخيص. رامي رب الأسرة كان فرحان إنه أخيراً جاب بيت يمتلكوه بعد سنين من الإيجار والدوشة. نجلاء مراته كانت حاسة بحاجة غريبة من أول ما دخلت البيت، برد مفاجئ وريحة قديمة لفاذة زي خشب معفن، بس سكتت علشان البنات كانوا مبسوطين. 5 بنات من الكبيرة أميرة لحد الصغيرة نهى كانت ماسكة دمية قديمة ومبتسمة، مش واخدة بالها إن الكلب بتاعهم سيمبا واقف قدام باب البيت ورافض يدخل، بيهوهو بصوت واطي وكل شعر جسمه واقف. رامي قال: ادخلي يا سيمبا، البيت أمان، يلا يا ولا. لكن الكلب فضل واقف عند العتبة وبدأ يرجع لورا. أول ليلة عدت، أو بمعنى أدق اتجرد. في نص الليل حوالي الساعة 3 نجلاء صحيت على صوت خبط بسيط. فتحت عينيها، قامت من السرير وخرجت من أوضتها وهي شايلة شمعة. الصوت كان جاي من تحت، خبط منتظم كأن في حد بيدق في الحيطة. نزلت السلم، البيت كله ساكت والبرد شديد. وصلت للطرقة المؤدية للقبو والباب هناك مفتوح. الليلة اللي فاتت كانت قافلة بنفسها ومتأكدة من كده. نادت: في حد هناك؟ مفيش رد، بس حاجة كورة قديمة اتدحرجت من جوه القبو وقفت عند رجلها. وقفت متجمدة، بص على السلم اللي نازل تحت، ضلمة تقيلة وسكون مرعب. تاني يوم الصبح البنات كانوا بيلعبوا لعبة اسمها كلاب اند سيك. واحدة تتغمى والباقي يستخبوا ويصفقوا بإيديهم علشان اللي متغمي يعرف مكانهم. سارة اتغمت وبدأت تدور في الصالة. سمعت تصفيقة من ناحية الدولاب الكبير في الركن، مشيت ناحيته، فتحت باب الدولاب فاضي. ابتسمت وقالت: لقيتك، بس مفيش حد جوه. ورجعت تقفل الباب، سمعت تصفيقة تانية بس المرة دي وراها. لفت بسرعة، مفيش أي حد. في الليلة دي نجلاء وهي بتغير هدومها لاحظت كدمة بنفسجية على ظهرها. قالت: غالبا خبطت نفسي في الترابيزة وانا بنقل الكراتين. لكن لما صحيت الصبح كانت الكدمة كبرت وبقت أكتر من وحدة. وفي يوم البنت ليلى صرخت من أوضتها. نجلاء جريت، لقيتها بتعيط وبتقول: في واحدة ست واقفة عند الدولاب، شعرها طويل، بتبص عليا وبتضحك، كل ليلة بتقف كده. نجلاء حاولت تهديها وقالت لها: ده كابوس يا حبيبتي، مجرد حلم. بس اللي حصل بعدها كان بعيد عن الأحلام. الليلة اللي بعده الباب اتقفل لوحده وأصوات خبط بدأت تطلع من الحيطة، كأن في حاجة محبوسة جواها. نهى الصغيرة كانت بتتكلم لوحدها، ولما سألوها بتتكلم مين قالت بثبات: صاحبي اسمه رامي، بيستخبى ورا الستارة. الأم والأب بدأوا يشكوا إن في حاجة مش طبيعية، لكن لما صحيوا الصبح ولقوا الكلب بتاعهم ميت عند باب البيت، هنا بقى الصمت مخيف. الكلب ما كانش متعور، مفيش دم، بس جسمه متجمد كأنه مات من الرعب. نجلاء بقت حالتها تسوء، كل يوم كدمات أكتر، وبدأت تبقى عصبية على البنات، وعينيها باين فيها حاجة غريبة، نظرة ميت ما فيهاش روح. في نفس الوقت بدأت تلاحظ حاجات مش مفهومة. صور العيلة اللي على الحيطة كلها وقعت لوحدها،
ساعة الحيطة بتقف كل يوم الساعة 3:07 فجرا بالظبط. في مرة وهي بتنظف الأوضة سمعت صوت تصفيقة. قامت تدور على البنات، قالت لهم: مين اللي بيعمل كده؟ اللعبة خلصت من زمان. ردوا: ما كناش بنلعب. قلبها وقع، مشيت ناحية الدولاب الكبير وسمعت تصفيقة تانية. فتحت الباب، لقت فجأة ايدين بتطلع وتسقف قدام وشها. صرخت بأعلى صوتها وجريت من الأوضة وهي بتنهج. رامي قرر يجيب حد يساعدهم. سمع عن هشام وسلمى عزت، ناس بتشتغل في مجال طرد الأرواح. قابلهم وحكى كل اللي حصل. سلمى قالت له: من اللي بتحكيه ده مش بيت مسكون بس، دي حاجة بتتغذى على العيلة. جت سلمى أول مرة البيت، من أول ما دخلت وقفت ساكتة، بصة للسقف وقالت: في طاقة غريبة هنا. واحدة ست واقفة فوق السلم بتبصلنا من فوق. وفي اليوم اللي بعده هشام بدأ يحقق في تاريخ البيت. لقوا إن البيت كان ملك ست اسمها صافية. اتهموها زمان بقتل ابنها الصغير علشان تقدمه قربان للشيطان. الناس شافوها وهي بتشنق نفسها على الشجرة اللي في الجنينة. قبل ما تموت صرحت: كل أم تيجي تعيش هنا أنا هاخد أولادها. ومن وقتها كل أسرة سكنت البيت حصل معاها كوارث، انتحارات، حالات جنون، وأطفال اختفوا. نجلاء بدأت تتصرف تصرفات غريبة جدا. مرة كانت واقفة قدام المراية وبتحك وشها بعنف كأنها مش شايفة نفسها. البنت سارة قالت: صحيت بالليل لقيت ماما واقفة فوق سريري بس ما كانتش ماما. نهاية الجزء الأول بتقف عند اللحظة دي لما هشام وسلمى قرروا يبدأوا التحضير لجلسة طرد أرواح، لكنهم اكتشفوا إن اللي بيحصل مش مجرد ظهور شبح، الكيان نفسه بقى جوه نجلاء. نجلاء من أول الصبح كانت حاسة إنها مرهقة جدا رغم إنها نامت 8 ساعات. وشها باهت، عينيها فيها كدمات سودة وكأنها متدربة أو ما نمتش أصلا. رامي افتكر إنها تعبانة من النقلة والمجهود، لكن هي كانت حاسة بحاجة أعمق، كأن في حاجة كانت قاعدة فوقها وهي نايمة. البنات من بدري بدأوا يشتكوا. ليلى أصغر واحدة فضلت تقول إنها مش عايزة تدخل الأوضة بتاعتها. كل ما تقرب من سريرها تعيط وتقول: في ست نايمة جوه مش عايزة تسيب لي السرير. نجلاء حاولت تهديها، دخلت معاها الأوضة، فتحت النور، السرير فاضي، كل حاجة مكانها. لكن وهي خارجة لمحت انعكاس غريب في مراية الدولاب. شافت حاجة واقفة وراها، بس لما لفت ما كانش في حاجة. الليل جه والبرد زحف جوه البيت. الساعة كانت عدت 3 الفجر والبيت كله نايم ما عدا نجلاء. قامت على صوت خربشة جاية من جوه الحيطة، كأن في حد بيحاول يطلع منها. قربت من الحيطة وسمعت أنين، مش صوت حيوان ولا إنسان، كأنه حاجة بتتنفس في الضلمة. في نفس الوقت البنت سارة صرخت من أوضتها. أميرة أختها الكبيرة جريت عليها. سارة كانت واقفة قدام السرير، عينيها مفتوحة على الآخر وإيدها بتشاور على الركن. كانت واقفة هناك ست مش باينة، بس أنا شفت شعرها، وشها مش باين، وشها كأنه مش موجود أصلا. أميرة قالت لها: مفيش حد يا حبيبتي، ده كابوس. بس وهي بتقول كده الدولاب وراهم اتفتح لوحده ببطء. بصوا على بعض وجريوا من الأوضة. تاني يوم نجلاء قررت تنظف القبو. المفتاح وقع من فوق الدولاب لوحده. نزلت بالسلم الخشبي، النور ضعيف وفيه ريحة كأن فيه مية راكدة بقالها سنين. أول ما دخلت القبو الباب اتقفل عليها بعنف. النور طفى وكل حاجة بقت ساكتة. نجلاء بدأت تخبط وتعيط وتنده على رامي، وفجأة شمعة كانت في ايديها ولعت لوحدها من غير ولا ولاعة ولا كبريت. نورها كشف جزء صغير من القبو، وشافت حاجة واقفة هناك ما بتتحركش، بس عينيها بتلمع، وبدأت تتحرك ناحيتها ببطء من غير صوت. نجلاء صرخت
والدخان طلع فجأة من الشمعة والضلمة بلعت كل حاجة. رامي سمع صوت الصريخ، جري فتح الباب. نجلاء كانت مرمية على الأرض بتتنفس بسرعة وعينيها متعلقة في السقف كأنها شايفة حاجة لسه واقفة قدامها. من بعد الليلة دي نجلاء اتغيرت، بقت بتسرح كتير وتنسى حاجات، حتى بناتها بدأت تخاف تقرب منها. ليلى قالت إن ماما بتكلم حد بالليل بصوت واطي كأن في حد بيرد عليها، ولما سألوها بتكلمي مين؟ قالت لهم ده صاحبي، هو ساكن معانا من زمان بس أنا الوحيدة اللي سمعاه. رامي افتكر إن مراته محتاجة دكتور، لكن كل حاجة حوالين البيت كانت بتأكد إن في قوة تانية هناك، قوة مش طبيعية. كل يوم بيعدي العلامات بتزيد، أبواب بتقفل لوحدها، حاجات بتتكسر. البنت نانسي شافت آثار رجل صغيرة ماشية على الأرض وملهاش صاحب. وفي يوم لقوا ليلى نايمة جوه الدولاب، والدولاب مقفول بالمفتاح من بره، ومع إنها كانت بتتنفس بس عينيها كانت مفتوحة كأنها بتبص على حد لسه قدامها. البيت ما بقاش آمن، واللي فيه مش سايبهم. الليل كان ساكت زيادة عن اللزوم. البيت هادي بس الهوا جوه عامل زي المقابر. هشام دخل الأوضة اللي كانت بتنام فيها جانا، والنور خافت جدا كأنه بيتطفى لوحده كل شوية. سلمى وقفت ورا الباب، بصت على الأرض، في تراب مرسوم عليه دايرة، وجوه الدايرة في لعبة محطوطة، عروسة قديمة وشها مش باين من التراب، ومعاها ورقة مكتوب فيها بخط مكسر: أنا لسه هنا. هشام قال بهمس: البيت مش بيتهم، هم بس ضيوف، اللي ساكن هنا ممشيش. فجأة الأرض بدأت تهز تحت رجليهم، والحاجات اللي على الحيطة وقعت. الباب اتقفل بعنف، والدرج اتفتحت لوحدها، وكأن كل حاجة في البيت بتتحرك من غير ما حد يلمسها. جانا طلعت تجري من أوضتها بتصرخ، عيونها مفتوحة على الآخر، جسمها متشنج، بس صوتها مش صوتها، صوت راجل كبير بيزعق جوه جسمها. سلمى جريت عليها، حاولت تهديها، بس جانا رفعت ايديها واترمت سلمى بعيد، خبطت في الحيطة. هشام جري عليها، مسك جانا وحاول يقرأ عليها أي حاجة، بس جانا بصت له وقربت من وشه وقالت بصوت مش صوتها: انت مش هتطلع من هنا ومش هتاخدها مني. الأرض فتحت نفسها تحت رجليهم زي حفرة سودة كأنهم هيتبلعوا جواها. سلمى قامت بصعوبة وبصت في عينين جانا وقالت: انتي مش لوحدك، حاولي تفتكري انتي مين. جانا بدأت تهز في جسمها، الدموع نازلة من عينيها وراسها بتتهز بقوة، وفجأة سكتت. الدنيا وقفت، مفيش صوت ولا حتى نفس. جانا وقعت على الأرض وكل حاجة حوالينهم بقت ساكنة. البيت هدي بس ريحة الدخان لسه مالية الجو. هشام قرب منها وحط ايده على راسها، وقالت جانا بهدوء: هو خرج، أنا سمعته بيبعد. سلمى بصت حواليها وبهمسة قالت: هو ما خرجش، هو استنى حد جديد.